ما سألتش نفسك ازاي عرفنا ان الهرم الكبير عمره 4600 سنة؟ ولا عرفنا ان الديناصورات انقرضت من 65 مليون سنة؟ ايه كل الارقام الكتير دي؟ عرفناها منين؟ السر في التاريخ. مش انا ساعات بقول لك استخدمنا الكربون ديتنج عشان نعرف كذا كذا كذا؟ النهارده بقى هقول لك ايه هو الكربون ديتنج. بص يا سيدي، في حاجه اسمها عنصر الكربون، في حاجه اسمها نظائر عنصر الكربون. النظائر دي بتبقى هي عنصر الكربون لكن مختلفه في عدد النيترونات. مثلا كأن عندك الجيلاتي وعندك منه كذا طعم، عندك منه فراوله، شوكولاته، فانيليا، هو عنصر الكربون بس عندك كربون 12 و14. امسك لي بقى في كربون 14 ده عشان هو اللي بنعرف منه عمر الحاجات القديمه. كربون 14 ده بقى او كربون 14 نوع من الكربون المشع اللي موجود عندنا في الغلاف الجوي، نقل للحيوانات والنباتات عن طريق الهواء او الاكل. لما بقى الكائن الحي يموت ويتحول لحفريه واحنا بنلاقيه، بنبتدي ان احنا نقيس كميه الكربون 14 اللي موجوده في الحفريه، وشويه حسابات بقى لمعدل تحلل كربون 14 بتعرف عمر الحفريه. اتسالت قبل كده سؤال، هو الكربون ديتنج او التاريخ الكربوني ده دقيق قوي؟ بص، هو يعني مش قوي، هي دقته كلها على بعضها 95%، يا دوبك. يعني بيحدد لك بس عمر الحفريه الغير ملوثه اللي سنها اقل من 50,000 سنة. ده غير كمان ان لازم تكون العينة عضوية، عظم، خشب، قماش، او مثلا الاكل اللي بيبقى موجود في مقابر القدماء المصريين. عندك مثلا مقبرة توت عنخ امون، لما اكتشفوا مقبرة توت عنخ امون استخدموا الكربون ديتنج عشان يحددوا عمر المواد العضوية اللي موجودة في المقبرة، ومنها عرفنا ان توت عنخ امون عاش في القرن ال14 قبل الميلاد. وكمان عرفنا ان أودزي اللي لقيناه في الجليد سنة 1991 عمره حوالي 5300 سنة. شفت بقى الكربون ديتنج او التاريخ الكربوني مهم ازاي؟ بس بجد ازاي عدت عليك حاجة زي كده؟ يعني انا قلت لك ان الكربون ديتنج ما بينفعش غير في العينات اللي اقل من 50,000 سنة. طب ازاي مثلا هنكون استخدمناه عشان نعرف ان الميجلدون انقرض من 3 مليون سنة؟ لا معلش، اتقل اخر الفيديو. دلوقتي انا عماله اقول لك حفريات حفريات حفريات. هي ايه الحفريات اصلا؟ لما الحيوان بيموت بيبتدي يترسب عليه طبقات، الطبقات دي بتخليه يوصل لعمق كبير قوي، الاكسجين مش بيبقى متاح فيها، ومع مرور الوقت تبتدي المعادن ان هي تخش جوه عظم الحيوان وتحل محل الانسجه، وبالتدريج يتحول من عظم حيوان لصخر او حفريه. وعلى فكره ده مش الشكل الوحيد للحفريه، انت عندك اشكال كتير جدا، مثلا يعني زي الكهرمان، ماده لزجه بتنزل من الشجره بتحفظ الحيوان، ده برضه يعتبر حفريه. وحاجات كتير 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 جدا، هسيب لك لينك حلقه بتتكلم عن الحفريات بس تحت الفيديو. نرجع بقى لحته ملايين السنين دي، هو انت كنت بتشتغلينا تقول لنا ان كل حاجه بالكربون ديتنج، بعد كده اكتشفنا ان هو ما يقدرش يعمل ده؟ ازاي بقى العلماء بتعرف ان